ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض تورته واتنين ميني تورته بالشكل الحلو دوت والتزيين الحلو زي ما انتم شايفينه. شكله حلو قوي كده، والتزيين بتاعه كاننا كده مشترينهم كده من محل، مش عاملينهم يعني في البيت. فتعالوا بقى نشوف كده الطريقه ونشوف اللي هنزينهم كده ازاي مع بعض. وكمان مقاديرهم ما استخدمتش خامات كتير خالص، انا عامله كده الثلاث تورت دولت عاملاهم من نص كيلو. دي سبونج جاهز بس. فتعالوا بقى كده نشوف انا استخدمت ايه ونشوف هنعملهم ازاي مع بعض. تمام. اول حاجه بقى كده هنعمل كده الكريمه. هحضر كده الكريمه، جبت كده ربع كوبايه من السكر، سكر عادي يعني مش مطحون. وحطيت عليهم كمان كوبايتين ميه ساقعين، بس اهم حاجه الميه كده تكون كده ساقعه متلجه. تمام. حطيتهم بقى عندي كده وهضربهم بقى عندي طبعا في العجين. حطيت بقى عليهم ربع كيلو من الكريم شانتيه الخام. تمام. خام من غير سكر اهم حاجه. وحطيت عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام. تمام. الكاكاو اللي انا بستخدمه كاكاو كده اسباني. حطيتهم بقى عندي كده في العجين، وهبتدي بقى اشغل عليهم على سرعه هاديه الاول بس كده علشان الكريمه يعني ما تعفرش معايا كده. وبعدين هبتدي بقى اعلي عليها السرعه بتاعه العجين. تمام. في الوقت بقى دوت لغايه ما الكريمه تجهز، جبت بقى عندي الكيك كنت انا محضراه طبعا من امبارح. علشان دايما يعني لما باجي استخدم او اعمل تورت او حاجه، اي حاجه فيها اي وصفه فيها دقيق يعني او سبونج كده، كيك يعني سبونج قصدي. فلازم ابقى عامله كده الكيك من بالليل. فما عملتوش بقى معاكم في الفيديو دوت علشان ما اطولوش عليكم اكتر من كده. وكمان انا عملت الكيكات يعني او السبونج عملته معاكم في فيديوهات كتير قبل كده يعني. تمام. انا عملت الكيكه. جبت كده هقول لكم يعني انا بعمله ازاي. جبت كده 6 بيضات، وحطيت عليهم نص كوبايه من الميه، ميه عاديه من الحنفيه. وحطيت عليهم كمان نص كيلو من الدقيق الاسبونج الجاهز للشوكولاته. وكمان حطيت عليهم معلقه صغيره من المحسن الجل. تمام. انا ابتديت يعني بصراحه في الوقت يعني مؤخرا كده ابتديت ان انا استخدم المحسن الجل دوت. الاول ما كنتش بستخدمه، كنت بحط الدقيق والميه والبيض بس وكانت بتطلع برضو يعني معايا حلوة. فقلت بقى لما اجرب بقى المحسن الجيلي كده في الكيكات، لقيته برضو بصراحة بيخلي برضو الكيكة كده هشة وبتعلى كده معايا. فحطيت عليها كده معلقة صغيرة، بس اهم حاجة ما تكتريش في المحسن الجل، علشان لو كترتي فيه بزيادة هيفرول كده معاكي الكيكة او السبونج بتاعك دوت. تمام. هنا بقى كده خلاص انا ابتديت بقى اقطع عندي الكيك على 4 طبقات زي ما انتم شايفين. طرية كده معايا خالص وهشة كده من جوه بالشكل ده. جبت بقى كده هنا دوت ورق فاكيوم. دوت برضو بيتباع عند محلات مستلزمات الحلويات. حطيت بكده عندي جبت طبعا البورد الاول بتاع التورته اللي هنشتغل عليها دوت. وحطيت عليه شويه كريمه ثبت كده علشان طبعا لما تتهزش معايا او حاجه. وحطيت بقى عندي كده طبقه الكيكه، اول طبقه ديت انا حطاها. وحطيت عليها بقى كده ورق الفاكيوم، قصيته كده على قد الكيكه كده بتاعتنا. تمام. ورق الفاكيوم دوت المتر منه ب5 جنيه. تمام. وطبعا حطيت بقى الكيكه وسقيتها بشربات كده خفيف زي ما احنا متعودين مع بعض. احنا على طول اي تورته كده لازم اسقي كده الكيكه بشربات كده، علشان تبقى الكيكه كده او التورته طالعه معايا، بتطلع معايا كده رطبه والطريه كده تكون حلوه. تمام. ابتديت في ناس بصراحه مش يعني بتستغنى عن الخطوه ديت، مش بتسقي كده الكيك. بس انا بصراحه بحب كده اسقي الكيك. اي تورته بعملها لازم كده اسقيها، بتبقى كده التورته او الكيكه جوسي كده معايا وحلوه من جوه طريه. حطيت بقى كده بعد ما سقيتها وزعت بقى عندي الكريمه زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. وحطيت كمان كده شويه كده من شوكولاته شيبس ديت، حطيت برضو كده شويه من جوه. تمام. وهنا برضو كده دي تاني طبقه بقى هحطها عندي، وهبتدي برضو ان انا اسقيها بالشكل دوت. تمام. وهبتدي برضو اوزع الكريمه كده من فوق دوت. الورق الفاكيوم دوت بيبقى الارتفاع بتاعه بيبقى بالسنتي، يعني بتجيبي منه ال5 سنتي او ال7 سنتي او ال10 سنتي زي ما انت حابه بتقولي يعني للراجل انت عايزاه كده كام سنتي يعني. هو ال5 سنتي المتر منه ب2 جنيه ونص. وده ال7 سنتي اللي انا جايباه ده المتر منه ب5 جنيه. انا دايما بجيب اللي هو ال7 سنتي. بجيب الوسط يعني، ولا بجيب الصغير ولا الكبير. تمام. وطبعا كل مقاس فيهم بيبقى ليه كده الشغل بتاعه، وبيبقى ليه كده مقاس التورته بتاعته يعني، او كمان حسب التزيين اللي انت هتعمليه. فانا بقى كده جبت حطيت بقى كده خلاص الكريمه ديت، ببتدي بقى كده اوزعها. وبصراحه استكفيت او قلت بقى كده انا كفايه بس احط طبقتين بس من الكيكه، علشان لسه هعمل حشوات من فوق يعني زي ما انتم شايفين. بصوا
الفاكيوم بقى خلاص فاضل فيه حته كده صغيره، فقلت المسافه الصغيره دي اللي انا يعني هبتدي ان انا احشي فيها او احط فيها التزيين يعني بتاعي. تمام. زودت بس كده كريمه من اي حته كده من الجنب، لو حسيت ان هي ما فيهاش كده كريمه بزياده ببتدي ان انا احط كريمه، وببتدي بقى ان انا بالسكرابر دوت اسويها بقى بالشكل دوت. تمام. طبعا انا بحب بقى شكل الحاجه تبقى عندي كده شكلها حلو، فمستكفتش بقى بكده بالتزيين يعني او بالتجليس دوت يعني. فجبت بقى كده السكرابر دوت ابتديت برضو اللي انا كده اسويها بالشكل دوت، علشان عايزه تبقى الشكل بتاعي او السطح كده بتاعي يكون ناعم كده خالص، سطح الكريمه يعني يكون ناعم كده خالص، علشان لما اجي احط عليه الشوكولاته كده من فوق او النوتيلا تكون كده شكلها حلو. يعني بسويها بقى بالشكل دوت. وطبعا هبتدي ان انا انضف بقى الجناب بتاعتها وبدخلها بقى عندي كده الفريزر علشان تجمد كده معايا شويه، لغايه ما اعمل بقى الاتنين الصغيرين دول. جبت برضو القاعده الصغيره ديت حوالي القاعده دي حوالي 18 سنتي او 20 سنتي القاعده ديت اللي هي البورد دي. تمام. دي بحوالي ب5 جنيه تقريبا. تمام. جبت بقى كده برضو ورق الفاكيوم، قسته برضو كده بالشكل دوت على قد القاعده. وبرضو خدت كده الورق الفاكيوم وقطعت بيه كده الكيك طبعا طريه جدا معايا، فاتقطعت يعني معايا كده بكل سهوله. ما احتاجتش يعني سكينه ولا حاجه. بس خدتها بقى كده الكيكه وحطيتها وابتديت برضو كده اسقيها. وهبتدي برضو كده احط عندي كده الكريمه. تمام. بالشكل دوت بحط برضو كده الكريمه وابتدي ان انا اوزعها بالشكل ده كده، بحط كده الكريمه وابتدي ان انا اوزعها بالسكرابر كده، وابتدي ان انا اوزعها او بالمعلقه مفيش يعني مشكله. طبعا هي عماله تتهز معايا، طبعا الكيكه يعني طريه معايا ويعني غلبتني كده شويه لغايه ما ان انا ابتديت ان انا اسويها، لان طبعا هي يعني الميني تورته بتبقى صغيره كده خالص، فالتحكم فيها بيبقى اصعب لما هتكوني بتعملي كده التورته اللي هي الكبيره. فانا بصي حاولت شويه ان انا اجيب السكرابر دوت، لقيتها كده كبيره على الفتحه بتاعه الفاكيوم، لان طبعا الفتحه صغيره. فرجعت جبت كده رجعت جبت السكرابر تاني اللي هو الاولاني دوت، وابتديت برضو كده اسوي بيه بالشكل ده. ما سويتهاش قوي برضو لان كده كده احنا لسه هنحط يعني الكيكه. ابتديت بس ان انا اوزع بس الكريمه بشكل عشوائي. هجيب بقى كده الكيكه برضو ديت اللي هي دي بقى انا خدت النص بتاعها، يعني الكيكه ديت خدت الطبقه اللي من تحت دي اللي انا حطيتها، خدت نصها ولديت بقى الاطراف بتاعه الطبقه الكيكه يعني. خدتها بقى كده ومتقطعه مفيش مشكله، لما كده كده لما نجلسها ونحط الكريمه كل الحاجات دي مش هتبان. حطيت بقى كده الكيكه وابتدي برضو كده اسقيها كده بالشربات الخفيف بتاعنا، وبعدين هبتدي احط كده فوقيها الكريمه. طبعا الشربات احنا على طول بقول لكم ان انا بعمله من كوبايه سكر، بحط عليها كوبايه ميه، اول بس ما تغلي على النار بطفي بقى عليها خلاص، مش بسيبها تغلي خالص يعني. تمام. بيبقى معايا كده جاهز. ممكن تعملي كمان على البارد، يعني ممكن تحطي ميه وتعملي كده عليها السكر، بس انا بصراحه بعملها كده على النار، ما جربتهاش ان انا احط ميه بسكر واسقي كده بيها على طول كده يعني بديها كده غلوه على النار، غلوه بسيطه يعني. وزعت بقى كده، حطيت خلاص طبقه الكريمه التانية، وابتدي برضو كده اوزعها كده بالسكرابر زي ما انتم شايفين. وبرضو انا بحاول على قد ما اقدر، هي كانت مديه معايا لشكل بيضاوي، فانا بحاول ان انا اظبطها اخليها كده تبقى مدوره كده معايا. فهبتدي برضو كده اسويها بقى كويس علشان تدي الطبقه اللي هي اللي من فوق خالص، هبتدي ان انا اسويها وهمسح برضو كده الجناب بتاعتها، وهدخلها برضو الفريزر لغايه ما اعمل التورته كده التانية. بحطها كده بس علشان الكريمه تتشمع وتبقى ساقعه كده معايا قبل ما ابتدي ان انا ازين فيها يعني. وفي نفس الوقت لغايه ما ان هي بتسقع معايا بكون انا عملت اللي بعديها يعني بالشكل دوت. قطعت كده برضو، خدت زي ما انتم شايفين وبالفاكيوم كده قطعت كده الحته اللي هي في النص ديت، والباقي دولت باقي الكيكه هعمل بيها الطبقه التانية. بس اهم حاجه اللي بحط بس يعني معلقه كريمه كده من تحت خالص علشان اثبت عليها الكيكه بتاعتي يعني، وعلشان لما اجي ازينها ما تتهزش كده معايا، او طبعا لما اجي احطها في العلبه او حاجه ما تقعش كده مني. تمام. هنا بقى كده ابتديت ان انا احط بقى الكريمه وابتدي بقى كده اوزعها بالشكل دوت زي ما انتم شايفين. حابين برضو تحشوها تحطوا بقى برضو عايزين تحطوا شوكليت شيبس او تحطوا اي حاجه من جوه زي ما انتم حابين، او اي صوصات جناش او نوتيلا زي ما انتم حابين يعني. تمام. انا بقى كده ابتديت احط الكريمه هوزعها بالشكل دوت.
وهبتدي برضو احط كمان الطبقة التانية من الكيك بتاعنا، وابتدي احط برضو الكريمة كده من فوق. جبت بقى ديت الكيكة بقى ابتدي احطها، بس طرية معايا قوي. انا بس بحط يعني بحاول ان انا اخليها ايه تبقى زي الطبقة كده مدورة يعني عليها من فوق. بس طبعا كل الحاجات دي يعني مش هتبان، لما هنزينها كل الحاجات الكسر او الهدر بتاع الكيك دوت مش هيبان يعني. خلاص كده حطيتها، وهبتدي برضو اسقيها كده بشوية شربات. واخر حاجة احط كده كمان طبقة من الكريمة عليها كده من فوق. هبتدي بقى هنا كده بوزعها زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. ودي خلاص تاني تورته كده معايا خلصتها جلستها. هبتدي برضو كده ادخلها بقى عندي الفريزر علشان الكريمه بس كده تسقع معايا، او يعني تتشمع كده معايا شويه، تسقع عشان قبل ما ازين يعني كده التزيين بقى الاخير يعني. بلفها بقى. بصوا انتوا طبعا شايفين انا بعمل ايه، بلف كده السكرابر عليها كده لغايه ما اخلي الوش كده الكريمه يكون معايا كده ناعم خالص. وفي نفس الوقت بضغط كده على الفاكيوم علشان ما تتحركش كده معايا، او الكيكه تطلع كده من تحت. خلاص بقى خلصتها. هبتدي برضو انضف بقى الجنيه برضو كده من فوق علشان يبقى شكلها كده حلو ساعة التقديم. تمام. هدخلها برضو كده الفريزر، وبعدين بقى كده انا خلصت خلاص الاتنين صغيرين. هطلع بقى التورته الكبيره، طبعا كانت بقى سقعت كده معايا خالص في الفريزر، وده اللي انا كنت عايزاه. كنت عايزاها تسقع معايا قبل ما ابتدي ان انا اشتغل فيها او ازينها. تمام. خلاص بقى دي كده خلاص خلصتها. طلعت بقى كده ديت بقى التورته بقى الكبيره، بطلعتها بعد ما سقعت بقى زي ما قلت لكم كده، سقعت معايا خالص. جبت بقى كده النوتيلا، وحطيت عليها كده حطيت عليها كده شويه زيت، وفضلت اقلب فيهم لغايه ما بقت معايا القوام بتاعها بالشكل دوت. لو حطيت النوتيلا كده زي ما هي كده من العلبه، اول ما نحطها كده في التلاجة ونيجي نقطعها هتحجر كده معانا، النوتيلا هتحجر كده معانا وتبقى ناشفه كده خالص. فلازم نخففها كده بشويه زيت. يعني كل ربع كوبايه من النوتيلا بتتحط عليها ربع كوبايه من الزيت. تمام. وزعت بقى انا هنا كده النوتيلا بالشكل دوت. وطبعا قبل ما اشتغل فيها تاني لازم احطها برضو في الفريزر تاني علشان النوتيلا معايا تسقع او تجمد، علشان اعرف ان انا اشتغل بقى كده عليها، او احط بقى التزيين بتاعي اللي انا هعمله. تمام. طبعا هي لو كانت في الوقت دوت ما كانتش ساقعه ما كنتش اعرف اعمل فيها الخطوط دي زي ما انتم شايفين. بصوا بقى الخطوط، انا حاولت جبت كده اللي هي بتاعه الشيش طاووق العصايه ديت، وابتديت ان انا اقسم كده على نصين التورته كده على نصين، وبعد كده عملتها كده على ارباع زي ما انتم شايفين، وكل ربع عملته كده على اتنين، علشان احدد لنفسي ان كل ربع من دوت انا هعمل فيه كده يعني شكل او تزيين كده زي ما انتم شايفين. تمام. يا رب يكون بس يكون انا يعني انا يعني مش بعرف اقول قوي او اشرح قوي زي ما بكون بعمل. يعني طبعا انا وانا بعمل انتوا شايفيني اكتر ما من ان انا بشرح لكم كده او بقول. حطيت بقى كده هنا الاوريو، وهنا بقى بحط كده الكيكه الهوهوز على كل ربع كده منهم. هبتدي ان انا احط يعني كده حاجه من اي بقى حاجه عندك عايزه تزيني بيها حطيها يعني. التزيين بقى بتاعك انت يعني بصراحه. انا اكتر حاجه بحبها بقى في التورت لما باجي اعمل تورته او حاجه، اكتر وقت بحبه هو الوقت بتاع التزيين دوت. بحب بقى بصراحه وانا واقفه اشوف بقى انا هعمل ايه، وايه اللي بتبقى ايه اللي شكله احلى، وايه اللي لا دي كده مش هتبقى حلوه، لا دي كده هتبقى حلوه. وببقى بصراحه مش حاطه في دماغي حاجه معينه يعني، وانا بزين او وانا بعد اصلا ما بعمل الكيكه ببتدي بقى اشوف احضر انا هعملها ايه، وابتدي بقى اجيب الحاجات اللي انا هبتدي ان انا ازين بيها واعملها. فبيبقى مش في حاجه معينه يعني في دماغي اللي انا هعملها، بس في الاخر بتطلع الحاجه يعني شكلها حلو الحمد لله، وبتكون يعني شكلها بيكون كده مرضي، وبتكون شكلها كده حلو. حطيت بقى هنا كده شويه من الشوكولاته الشيبس برضو، قلت كده احط عليها ربع كده منهم يعني، هزين كده واحده منهم. بصوا شايفين لو كانت النوتيلا لو كانت سايحه الشوكولاته دي كانت هتدخل كده جواها. بصوا هي بتتزحلق اصلا الشوكولاته كده عليها من كتر ما هي النوتيلا كده كانت ماسكه نفسها.
وده كمان كده كريسبي كده لونه اصفر حلو قوي الشوكولاته برضو ديت. حطيتها برضو بالشكل دوت كده قدام الشوكليت شيبس كده. هنعمل كمان برضو واحده كده بمربى الحليب. جبتها كده وحطيتها، بصراحه دي كانت اخر حبه عندي اصلا في الكيس الحلواني دولت، وكنت حطاهم يعني في الفريزر. طلعتهم بقى كده وابتديت ان انا اعمل بيهم الريزوتات ديت. ادتني برضو كده شكل حلو، وكمان كان طعمها حلو قوي. وده كمان كده هعمله بسكوت اللوتس. حطيتها كده زي ما هي كده، حطيت التلاتة دول بالشكل دوت كده، ادتني برضو كده شكل حلو. هنعمل كمان كده مع بعض. جبت برضو كده شوكولاتة وابتديت كده اكسرها كده عندي بالشكل دوت مكعبات يعني، وهبتدي برضو احطها كده في ربع منهم. اخر واحدة بقى كده جبت شوكولاتة كده مورو صغيرة، برضو ابتدي ان انا كده اقطعها على مكعبات، وابتدي برضو كده احطها بالشكل ده. عملنا يعني بص بحاجات بسيطة، بس ادتنا بقى كده شكل حلو كده. وبصراحة التورتة يعني لو اشترينا تورتة زي ديت من بره هتكلفنا كتير قوي. عملناها احنا بقى في البيت بمقادير بسيطة، وكمان بتكاليف يعني بسيطة، ما كلفتناش يعني كتير. بصوا بقى شكلها حلو قوي كده، وشكلها فعلا قيم جدا كأننا كده مشترينها كده من بره. هنا بقى كده بعد هنبتدي بقى كده نعمل التورتتين الصغيرين دول. طلعتهم بقى بعد ما كده ما سقعوا. جبت بقى كده شوية كريمة، حطيتهم بقى كده عندي في كيس حلواني، وابتديت برضو كده اعمل بقى روزيتات حوالين داير بالشكل دوت. وجبت كده هنا بقى دوت كريز، هبتدي برضو اوزعه بالشكل دوت. عملتها كده تورتة او ميني تورتة بلاك فورست كده زي ما انتم شايفين. هكملها كده شكلها، هي التورتة دي اسمها كده بلاك فورست. حطيت بقى هنا بقى كده، جبت الشوكولاتة المبشورة، جبت شوكولاتة يعني الشوكولاتة العادية الخام، وبشرتها كده بالمقشر بتاع البطاطس دوت. وهبتدي بقى احطها كده عندي في النص كده التورته بالشكل ده. بصوا بقى شكلها حلو قوي كده، وصغيره كده وجميله، وشكلها فعلا حلو، وكمان طعمها حلو. هنا برضو بنفس بقى التب، برضو بنفس الكيس الحلواني اللي انا كنت اللي عملت بيه الروزيتات التانية، بس هعمل بقى الروزيتا بالشكل دوت حوالين داير كده. مش هعمل بيها روزيتا واقفه كده زي الاول، لا هعملها كده نايمه بالشكل ده، بنفس الكيس وبنفس التب اللي جواه. تمام، بقت معانا كده الروزيتا بالشكل ده. هجيب برضو كده باقي النوتيلا عندي كانت خلصانه خالص يعني، فكنت حاطه الزيت كده عليها اخر شويه في العلبه كده زي ما هي. جبت كده حوالي 3 معالق حطيتهم عليها في النص كده بالشكل دوت، وابتدي ان انا اوزعها. ادتني بقى الشكل ده، بقت الروزيتات كده من بره ومن جوه كده النوتيلا شكلها حلو قوي. برضو هبتدي برضو احط بقى كده شويه كريسبي كده من جوه. الكريسبي بتاعنا دوت اللي هو الاصفر ده، بس طبعا انا حطيت الاول في الفريزر، لان بص هي النوتيلا شدت كده معايا، وابتديت ان انا احط بقى عليها الكريسبي كده من فوق. حطيت شويه كريسبي وشويه شوكليت شيبس، وكان عندي برضو كده شويه كراميل صغيرين، حطيتهم كده عندي في كيس، وفتحت كده فتحه صغيره، وعملت بقى بيه كده خطوط على النوتيلا والكريسبي بتاعتنا ديت. تمام، وقلت بقى كده اكسر اللون دوت، فجبت بقى كده واحده كريز وحطيتها بقى كده في النص علشان تكسر لي كده اللون، وتديني كمان شكل حلو بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. بقت معانا بقى كده برضو دي كده تاني واحده، شكلها حلو قوي، والتزيين بتاعها كده بسيط، ما خدتش يعني معايا خامات كتير ولا حاجه. وده بقى كده شكلهم بعد ما خلصتهم، شكلهم حلو قوي، جربوهم هيعجبوكم يعني. يعني مش هتكلف معاكم كده كتير، طبعا هتوفر كتير. لو انتوا اشتريتوا من بره التورت ديت هتكلف معاكم كده كتير جدا. بس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير للفيديو لو عجبكم، واشتركوا عندي في القناه، وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم مني اشعار باي فيديو جديد انا بنزله.